سمعت عن آخر واحد هيدخل الجنة؟ في رواية بتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة وبيحكي لهم عن آخر واحد هيدخل الجنة. هو رجل بيمشي على الصراط المستقيم، يمشي مرة وبينقلب مرة، يعني بيقع على وشه وبتلسعه النار. وأول لما يعدي صراط المستقيم بيلتفت للنار وبيقول لها: الحمد لله الذي أنجاني منك. ده كده ربنا عطاني خير ما عطاهوش لحد من الأولين ولا الآخرين. فربنا عز وجل يرفع له شجرة فينادي ويقول: يا رب ارزقني من هذه الشجرة حتى استظل بظلها واشرب من مائها. فيستجيب لي ربنا عز وجل ويقول له: هرزقك من هذه الشجرة بشرط لا تسألني بشيئا بعدها. فيرد عليه الرجل ويقول له: لا اسألك بشيء بعد هذه الشجرة. فالمولى عز وجل يرزقه بشجرة اعظم من الشجرة اللي هو تحتيها. فينادي الرجل تاني ويقول: يا رب ارزقني من هذه الشجرة لاستظل بظلها واشرب من مائها. فيرد عليه المولى عز وجل ويقول